ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اكيد سمعت حد بيقولك قبل كده حب نفسك، حب نفسك الناس تحبك. يعني ايه تحب نفسك؟ انا في الحلقة دي هشرح لك ازاي تحب نفسك في 5 خطوات، بس لازم قبل ما اقولك عليهم الاول يعني ايه تحب نفسك. اكيد بتسأل دلوقتي ازاي احب نفسي، لان في ناس كتير بتلاقي صعوبة في انها تحب نفسها. انك تحب نفسك مش معناه انك تحضن نفسك وبس. انك تحضن نفسك ده اكيد ليه فوائد. تحب نفسك يعني تفيد نفسك، تطور من نفسك، تعمل كل حاجة حلوة علشانك وما تضرش نفسك. كده احنا عرفنا يعني ايه تحب نفسك. طيب ازاي بقى تحب نفسك؟ اول حاجة انك انت تكون طيب مع نفسك، تتكلم مع نفسك بطريقة ايجابية، طريقة هادية، ما تبقاش قاسي على نفسك، تسامح نفسك على كل غلط انت عملته، تتعلم منه وتعتبره درس، وتحفز من نفسك دايما باستمرار انك انت هتقدر تعمل الهدف ده. وما تسمحش لحد انه يأذيك او يضرك. ما تسمحش لنفسك انك تبقى موجود مع ناس سلبية بتستنزف منك طاقة، ودايما طول الوقت بتجيب لك احباط وبتخليك مكتئب. لا، تحاوط نفسك بناس بتحبك وبتقدرك، لناس بتديك طاقة ايجابية. ابعد عن جلد الذات. ما تسمحش لحد انه يحبطك او يقولك ان انت مش هتقدر او مش هتعرف. ما تحطش نفسك في مواقف مش كويسة. تاني خطوة، حط أهداف لنفسك وحققها. لأنك لما تحط لنفسك أهداف علشان تحققها ده بيطور منك، ده بيخلي حياتك أجمل وأجمل. وخلي بالك، عقلك مش بيشتغل غير بالأهداف. تالت خطوة، كل أكل صحي والعب رياضة، والأهم من ده كله إن يكون تفكيرك إيجابي. رابع خطوة، اعمل كل حاجة بتبسطك. شوف ايه اللي بيبسطك واعمله. مثلا بتحب تتمشى، تخرج مع أصحابك، تتفرج على برنامج انت بتحبه، تسمع أغنية انت بتحبها، تاكل أكلة انت بتحبها. لو بتحب تسافر سافر. خامس خطوة وهي انك تكون مصدق في نفسك، مصدق في نفسك ومآمن بنفسك انك انت قوي، تقدر تعمل نجاحات كبيرة جدا، وتقدر تفيد الناس والعالم بكل الإمكانيات والمواهب اللي عندك. لما تحب نفسك هتكون أكتر سعادة، والناس هتحبك، وهتحقق نجاحات في الحياة قوية جدا. ولازم نفرق ما بين حب النفس والأنانية. دي حاجة ودي حاجة، الاتنين يختلفوا عن بعض تماما. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.